السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. هناخد النهاردة درس جديد من دروس مادة المنطق بعنوان العلم منهج في التفكير. دايما بنسمع مقولة العلم بمنهجه وليس بموضوعه. طب يعني ايه الكلام ده؟ هنلاقي ان اللي بيميز العالم عن غيره من الفلاسفة او المفكرين او اصحاب الرأي او اي شكل من التفكير هو المنهج اللي بيتبعه. فهنلاقي مثلا ان العالم والفيلسوف بيدرسوا نفس الموضوع، لكن اللي بيجعل العالم عالم هو اتباع المنهج التجريبي في الدراسة. أيضا العلماء بيدرسوا موضوعات مختلفة زي النبات والأسماك والمعادن وحاجات كتير جدا، ولكن كلهم علماء بسبب اتباعهم للمنهج العلمي. علشان كده بنسمع إن العلم بمنهجه وليس بموضوع. طيب، طالما العلم هو المنهج إذا يستطيع أي شخص إن هو يكون عالم طالما اتبع المنهج التجريبي والملاحظات والتجارب وحاول إن هو يصل لقوانين علمية. طيب لو احنا جينا نشوف بعد كده هنلاقي ان في بعض التعريفات هنعرفها، زي لما نقول يعني ايه استقراء تجريبي. استقراء تجريبي هو عملية بننتقل فيها من دراسات حالات جزئية دراسة تجريبية لحكم عام ينطبق على هذه الحالات المدروسة والحالات المشابهة ليها. طيب عندنا مصطلح اللي هو الاستدلال الغير مباشر، قالك بننتقل فيه من بحث حالات جزئية اللي هي أمثلة وحالات متعددة فحصا تجريبيا لقانون عام أو قانون أو حكم عام. طيب ايه هي مميزات الاستقراء؟ الاستقراء بيتميز عن غيره من المناهج ان هو استدلال تجريبي بيعتمد على التجربة والحواس، بحيث يعتبر هو الوسيلة لفحص الأحكام. طيب لما احنا نيجي نعمل مقارنة بسيطة كده بين الاستنباط والاستقراء، ركزوا معايا كده، هنلاقي ان الاستقراء هو منهج للعلوم الطبيعية، يعتبر مادي تجريبي لأنه بيتعامل مع الواقع المحسوس، واستدلال صاعد بيبدأ بدراسة جزيئات ليصل لحكم عام، وكمان احتمالي لأن قوانين العلم احتمالية ترجيحية. زي لما أقول مثلا الحديد معدن يتمدد بالحرارة، الفضة معدن يتمدد بالحرارة، الذهب معدن يتمدد بالحرارة، إذن كل المعادن بتتمدد بالحرارة. طيب لما نيجي ناخد الاستنباط، الاستنباط ده هو منهج للعلوم الرياضية ويعتبر صوري عقلي، يعني بيتعامل مع أمور عقلية مجردة غير ملموسة. كمان هو يعتبر استدلال هابط لأنه بيبدأ من أحكام كلية ليهبط إلى حكم خاص، ويقيني لأن قوانين الرياضة والعلوم الصورية بتبقى يقينية، زي لما أقول كده 1+1=2. طيب مثال على كده لما أقول إيه كل الطلاب ناجحون، أحمد طالب يبقى إذا أحمد ناجح. طيب هنعمل كده مقارنة بين أنواع الاستقراء. عندي الاستقراء نوعين، استقراء تام واستقراء ناقص. الاستقراء التام ده بنقوم فيه بحصر كل جزيئات الظاهرة وبنطلق عليها حكم عام، يسمى بالاستقراء الإحصائي أو التلخيصي، لا يصلح إلا لو كانت الحالات محدودة العدد، للتأكد مثلا من نوعية الكتب الموجودة بمكتبتي، أو أقوم بحصرها الأول جميعها كتاب كتاب ثم الخروج بحكم عام على كل الكتب. تاني حاجة عندي الاستقراء الناقص، ده بيقوم بفحص عدد محدود أو عينة من الظواهر وبنخرج بعدها بحكم عام، بيدرس الظواهر الطبيعية اللا محدودة العدد وبيساعد على التنبؤ بالحالات المشابهة. زي بالظبط كده لو أراد العالم إن هو يعرف تأثير الحرارة على المعادن فبيحضر عينة من المعادن ويعرضهم للحرارة، ولما يتمددوا بسبب الحرارة بيخرج بقانون بيقول إن كل المعادن بتتمدد بالحرارة. طب دلوقتي عايزين نعرف ايه الفرق بين المنهج الاستنباطي والمنهج الاستقرائي. المنهج الاستنباطي زي ما قلنا عشان برضو نذكر الناس تاني ان منهج الاستنباطي هو منهج العلوم السورية زي الرياضيات والمنطق والفلسفة، ويعتبر هو استدلال مباشر وغير مباشر زي مربع ارسطو اللي هو مباشر ولكن القياس غير مباشر. هو هنا هابط لانه بينتقل من العام للخاص، طالما ان كل التلاميذ ناجحين واحمد تلميذ يبقى احمد هنا ايه ناجح. يعتبر برضو سوري لانه بيعتمد على العقل والمنطق وليس الحواس والتجريب. قوانينه بتبقى نهائية مطلقة، زي ما اقول مثلا مجموع زوايا زاويتين مثلث 100 درجة، فمن المحتمل ان الزاوية الاخيرة 80 درجة بنسبة 100%، واي درجة اخرى تكون خاطئة بنسبة 100%. طيب المنهج الاستقرائي يا شباب هنلاقي ان هو منهج العلوم بكل فروعها، بيستخدم في الفيزياء والكيمياء وعلم النفس والى اخره. هو استدلال غير مباشر، بندرس اكثر من مقدمة وننتقل الى نتيجة، ويعتبر هو صاعد لان بننتقل فيه من الخاص للعام. طالما ان انا قلت مثلا احمد ومحمد وجرجس ناجحين وهم من طلاب المدرسة، فمن المحتمل ان يكون كل الطلاب ناجحين،
يعتبر علمي لأنه بيتعامل مع الأمور المحسوسة فقط ولا يتعامل مع الظواهر المعنوية. قوانينه ترجيحية غير يقينية. ليه؟ لأنها بتدرس بعض الحالات فقط، فقد يكون هناك مثلا حالات موجودة أو بعد الوقت نكتشف معلومات غير اللي كانت موجودة قبل كده. نهاية الكلام لما نيجي نعمل مقارنة بسيطة باللي احنا خدناه بين الاستقراء التام والاستقراء الناقص، هنلاقي ان عند الاستقراء التام بيدرس كل جزيئات الظاهرة، لا يصلح إلا في الحالات ذات العدد المحدود زي طلاب مدرسة أو مدينة صغيرة، بينتقل من العام للعام، ينتقل أو يسمى التلخيصي أو الإحصائي. أما الاستقراء الناقص بيدرس بعض الحالات، بيخرج بقانون عام مستخدم في كل العلوم الطبيعية لأنه بيدرس عدد محدود، بيساعد على التنبؤ. بندرس فيه مثلا مدن سكانية وجدنا فيها الفقر بسبب الجريمة، فنتوقع أن هناك مدينة أخرى فقيرة سوف ينتشر مثلا فيها الجريمة. الاستقراء الناقص برضو احتمالي.